السلام عليكم. نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير والامور بخير، ونتمنى غدا ان شاء الله يربح المنتخب وتكون الدنيا زاهيه والوقت زاهيه. والسؤال اللي تيسولوني الناس هو واش عندي الحق نبيع داري وهي باقا في الكريدي؟ علاش؟ لان الناس تيشوف شهاده الملكيه ديالهم ممنوع الرهن ممنوع التفويت، تيسحب راسو صافي الى شراها بالكريدي ما بقاش يفوتها ما بقاش يبيعها، يعني يبقى يخلص فيها تيكملها عاد يمكن ليه يبيعها. ولكن في الحقيقه لا، خاصك تبيع الى لقيتي الشاري وعطاك شي ثمن معقول وشي ثمن اللي ما غاديش يضيعك. في هذه الحاله كتمشي انت والشاري تتمشيو عند النوطير، والنوطير بالدور ديالو تيدير واحد دوموند دو سيتياسيون اللي كيصيفطوا للبنكه، ومن بعد تيجاوبوه ملي تيشوف الثمن واش هو هذاك انت واش رابح في هذاك الثمن ولا خاسر فيه، واش يقول لك فوالا ها اللي بقى لك. سمحوا لي حيت انا معانا في الزنقه، كيقول لك فوالا ها الثمن اللي بقى لك وها الثمن اللي عطاك الشاري، واش تبيع ولا ما تبيعش. من تما انت كتشوف واش انت رابح ولا خاسر. الا بان لك الرباح وانت باغي تبيع، بيع مع راسك ماشي مشكل. وبالدور ديالو النوطير تيدير واحد دوموند دونجاجمون، تيقول للبنكه ديالك فوالا انا راه غادي نخلصكم، ولكن ان فوا غادي يجيني الشيك ديال هذا السيد هذا الشاري. علاش؟ لانها خاصها البنكه حتى هي تضمن فلوسها، النوطير راه كيتحمل المسؤوليه ديال هذاك الفلوس اللي غادي يجيب لهم من بعد. وملي تيجي الشيك ديال هذاك السيد تيدير العمليه ديال انه خاص يعطيهم يخلص لهم هما وتياخذ لك لامان لوفي باش يحط للسيد الرهن الجديد في هذيك الدار اللي بعتي لي نتايا. تيتحيد الرهن ديالك وتيحط ليه رهن جديد في الدار اللي بعتي ليه، وتيدير لك نتايا رفع الرهن، تيصاوب لك الوراق ديالك وداكشي باش يدير لك رفع الرهن. علاش؟ لان ديك الدار كانت مرهونه للبنكه، تيدير لك رفع الرهن وتيدخلوا لك المحافظه باش يحيد لك الرهن وتيدخل الرهن الجديد ديال السيد الشاري الجديد. ومن تما خاصك تعرف واحد الحاجه، انه ما تيعطيكش فلوس كاملين، الفلوس اللي تيعطيك هو ما تبقى. علاش؟ لانه تيحيد الاتعاب ديالو وتيحيد لي فري ديال رفع الرهن، عاد تيعطيك الفلوس اللي بقاو لك. وهكذا كنتمنى تكون فهمتي انه عندك الحق تبيع واخا الدار يكون عليها الكريدي، ولكن ما خصكش تضيع فيها. علاش؟ واحد الحاجه اللي بسيطه وبالعقل خصك تفهمها. علاش؟ لان الا خديتي 20 مليون غادي ترد للبنكه ترد لها 40 مليون مثلا، حنا كنعطيو مثال. يعني انت الا بغيتي ما تضيعش خصك ترد 40. علاش؟ الا بعتي ب 20 البنكه تبقى تسالك 20 اخرى. وكنتمنى الفيديو هذا يكون خفيف ظريف وبارطاجيو باش كلشي يفهم وجاب الزربه، وان شاء الله غدا يربح المنتخب وتكون كلشي زاهي كلشي ناشط كلشي بخير. وتهلاو ليا في راسكم الى فيديو جديد ان شاء الله.